السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل الحواوشي بطريقة سهلة، طريقة مبسطة ما بتاخدش وقت، مكوناتها موجودة في كل بيت والطعم ولا اروع من كده. الحواوشي اللي اخترعه واحد اسمه احمد المصري، والحواوشي على فكرة اكلة مصرية انشهرت من بيت لبيت لحد ما انشهرت في العالم كله بسبب واحد اسمه احمد المصري. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. معايا كيلو لحم مفروم، بس مفروم خشن زي ما انتوا شايفين كده، مفروم خشن عشان لما اجي احط اللحمه بالخضروات اللي هحطها عليها في قالب رغيف العيش احس بطعمها، احس بطعم اللحمه. ما تكونش مفرومه ناعم، علشان لو مفرومه ناعم مش هحس بطعمها. طيب معايا على كيلو اللحمه كيلو بصل متقطع صغير، متقطع صغير ومش مبشور. ليه مش مبشور؟ عشان لو بشرته هينزل ميه على رغيف العيش وهيخلي لي رغيف العيش مبلول ومش هيتحمر ومش هيبقى الطف حاجه. معايا ربع كيلو فلفل على شطه مفرومين ناعم. معايا 3 طماطمات متقطعين صغير جدا. اما البهارات فهي معايا معلقه كبيره ملح، معلقه صغيره جنزبيل، معلقه كبيره فلفل اسود، معلقه صغيره قرفه وما تكتروش لان ريحتها قويه نفاذه، معلقه صغيره شطه ودي تبع الرغبه، معلقه كبيره كبابه صيني، معلقه كبيره جوز الطيب. يلا بينا هنشوف الطريقه هنعمل ازاي. هنعمل ايه؟ هنزل باللحمه زي ما انتوا شايفين، واللحمه يا حبايبي تكون ملبسه زي ما انتوا شايفين، فيها لون ابيض كتير، على الاقل 20% دهون. لازم يكون فيها 20% دهون علشان دي اللي هتديني الطعم والطراوه في رغيف العيش. كيلو البصل اهو زي ما انتوا شايفين متقطع رفيع، مقطع على ايدك او على الكبه زي ما تحبي. طماطم، الفلفل مع الشطه، البهارات مع الملح، وهبدأ أخلط المكونات كويس جدا مع بعض زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. خلطت الخلطة كويس جدا زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله تبارك الله، الألوان مفرحة والألوان مبهجة، والطماطم متقطعة صغير زي ما انتوا شايفين. وما تكتروش في الطماطم علشان ما تنزلش مية كتير وتبل رغيف العيش ويبقى مش ألطف حاجة. دي الصينية اللي هرص فيها العيش، عيش الحواوشي، دهنتها زيت وهبدأ احشي قدامكم رغيف العيش اهو، مقطعاه من طرف واحد اهو زي ما انتوا شايفين. يا رب تكون الكاميرا جايباه كويس اهو. وهبدأ امسك قطعة اللحمة وايه وادخلها في الرغيف اهو يا حبايبي، وافرد اللحمة داخل الرغيف وارص في الصينية اللي مدهونة زيت. ده الرغيف التاني اهو. هبدأ اخد خلطة اللحمة وادخلها وافردها داخل الرغيف واخليه متساوي اهو يا حبايبي. واحط في الصينية جنب التاني اهو، اكمل الكمية وارجع لكم اهو يا حبايبي. وهدهنه بقى بالمادة الدهنية، سمنة او زيت، والافضل زيت عشان يطلع معاكي ملمع وكريسبي اهو يا حبايبي. بعد ما خلاص دهنته هدخله الفرن بقى وارجع لكم نشوف هنقدمه ازاي. واهو يا حبايبي طلعنا الحواوشي من الفرن، وزي ما انتم شايفين اللون ذهبي فاتح مش محروق، والريحه مش قادره اقول لكم بجد. لو شميتوا الريحه هتقوموا تعملوه دلوقتي. نقطع واحد ونشوف هيطلع عامل ازاي اهو.
ونقطعه قدام الكاميرا عشان نوريكم المنظر عامل ازاي. هو لسه سخن فمش عارفه اتحكم فيه قوي اهو يا حبايب قلبي. شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اللحمه متماسكه جوه عشان عملنا الخلطه صح، والريحه والله بجد تحفه اهو يا حبايبي. اهي اللحمه متماسكه اهي قدامكم، والمنظر بيحكي عن نفسه اهو يا حبايب قلبي. ما شاء الله تبارك الله. اعملوه وبألف هنا وشفا. كنت معاكم انا زهرة في فيديو جديد من وصفاتنا السهله والسريعه. ما تنسوش تدعموا لي القناه وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.